سمكة البراكودة خبطتني، كانت هتخرم المعدات بالتانك. اسمع القصة. طول عمري بسأل ليه التانك بيبقى ملون مع انه لونه فضي. قصة النهاردة بقى هي اللي عرفتني، ومن ساعتها ما برتاحش يا صديقي الا وانا معايا تانكات ملونة. من ارشيف ذكريات البحر الاحمر. غطسة روتينية عادية ولا اجمل ولا اروع، واذ فجأة سمكة باراكودا وحيدة في المية. انا مرة واحدة حسيت بضربة وصوت رهيب، حسيت ان جسمي بيترج. فضلت ابص حواليا في كل حتة، والغواصين كلهم بيبصوا لي. لما طلعنا فوق قالوا لي اللي حصل، قالوا لي ان سمكة باراكودا جت باقصى سرعتها وخبطتني في التانك بتاعي، وقالوا لي كمان اوعاك يا صديقي تلبس فضة وانت نازل تغطس. فاضل لسه عندي 63 تيشيرت بالظبط من مود رار. اللي هيجاوب على السؤال ده صح هيكسب واحد النهارده. هختار عشوائي. تفتكروا ليه الباراكودا عملت معايا كده؟ اكتبوا لي في التعليقات. ومن اول النهارده لاخر رمضان سؤال الحلقه هيبقى عليه جوائز، يا اما ماسك يا اما تيشيرت.